السلام عليكم، يا صباح الخير ويا مساء الخير اللي بيتفرج بالليل. اهلا بيكم في حلقة جديدة، اهلا بيكم في فيديو جديد. والفيديو ده هتكلم فيه عن رد ويجز الهجومي على رامي صبري. بداية كده انا بصور بطريقة مختلفة، ولكن دي الطريقة اللي اقدر من خلالها اشوف كلام رامي صبري، بعد كده اشوف رد ويجز، من خلال الاتنين اقول رأيي ووجهة نظري من خلال وجهتين النظر اللي انا شايفهم ما بين رامي صبري وما بين ويجز. وانا مش هاجم حد، ولكن هقول رأيي بصراحة بغض النظر بقى عن اي حاجة تانية، وفي نفس الوقت برضو عشان هما الاتنين مصريين ما ينفعش اغلط في حد فيهم لانهم مصريين. تمام، خلونا نبتدي بكلام رامي صبري، بعد كده نشوف رد ويجز. يلا نبتدي. يلا انتوا هتشوفوا بس الصوت، هتسمعوا الصوت بس وانا هقول لكم الرد. تمام كده، هقول لكم رأيي يعني. بداية نسمع رأي كلام رامي صبري. دلوقتي لا، أغنية حلوة جدا بس هي شبه المهرجان أو هي مهرجان، هتغنيها؟ هو المهرجان ما بيتغناش. عجبني عشان اجيب اللقطة اللي هي فيها كلام على ويجز، بعد كده اقول لكم رأيي في الموضوع. وانا ساعات وانا قاعد في العربية قاعد اعمل كده عادي، بس ده مش بالنسبة لي مش هو ده اللي لو افترضنا ان ده بقى اللغة اللي خلاص موجودة. لا علاقته بيا، انا ماليش علاقة بهذا لو عايز تغير من جلدك مثلا. لا، اغير من جلدي يا سيدي، اسيب اللي انا نجحت منه يا اسمع، اللي انا نجحت فيه الناس حبتني ليه انا كفنان. ممكن تعمل زيه مع مطرب راب؟ اعمل طبعا، ما اعملش ليه؟ راب ايوه اعمل ليه، ما اعملش ليه؟ مين طيب؟ لا في كتير. اختار حد. في بابلو، مروان بابلو ده شاطر جدا. هو بيقول مروان بابلو ده، ويجز وتوليد ده، ف يعني هنيجي الرد ويجز. بس الفكره في ايه؟ الفكره ان ويجز خد الموضوع على صدره قوي، وان هو يعني ازاي يقول مروان بابلو ده وتوليد ده مع انه ما قالش ويجز ده، قال ويجز، يعني فاهمين قصدي؟ فدي حاجه من الحاجات، يعني هو شويه رامي صبري يعني في الحته دي متعالي شويه، ولكن ده برضو عادي، يعني واحد ممكن يغر نفسه ويتعالى شويه، ولكن ده مش حاجه يعني غلط، او هي ممكن تكون يعني مش حاجه يعني نمسكها له، يعني ان احنا نبقى نتكلم بشكل اللي هو هيكلم بيه ويجز في الفيديو اللي هو عامله في اللي نزل من يوم تقريبا. نكمل بس عشان ايه، نشوف القصه دي يعني وصلت لحد فين. ويجز انا شفت الكلام اللي هو بتاع اللي قاله رامي صبري من سنتين او من 3 سنين تقريبا، مش عارف سنتين ولا 3 سنين، المهم يعني قال اللي هو ما بيقولش حاجه، يعني ويجز ما بيقولش حاجه في اغانيه، يعني هو ممكن مجرد بس بيقول موسيقى، بيقدم موسيقى. فويجز شفت له الفيديو برضو بتاعه برضو، بس مش كملتوش الاخر، ان هو خد الموضوع برضو بشكل مهين، وحس ان هو اهانه يعني في اغنيه كيفي كده تقريبا، فاتعامل يعني ان هو رد عليه ومش عارف ايه وكده، وخدها على صدره تقريبا برضو، وان هو متضايق وازاي ان هو يقول كده وان دي اهانه. بس انا شايف ان الموضوع يعني ما يسحقش كل الضجه دي، او ما يسحقش كل الرد اللي هو رده. يعني هو يعني ليه هو شايف، هو اكيد شايف رامي صبري ده حاجه كبيره، فويجز شايف رامي صبري ده حاجه كبيره، فازاي هو يقول عليه ان هو ما بيقولش حاجه في اغانيه؟ يعني فاهمين قصدي؟ ده بالنسبه للرد الكلام اللي حصل ودار ما بين الكلام اللي حصل من سنتين، فاهمين قصدي؟ او من 3 سنين. عارف ان كلماته مش مفهومه، ودي كانت حقيقه.
هو ما قالش كلماته مش مفهومه، هو قال ان هو ما بيقولش حاجه في اغانيه دي موجوده على اليوتيوب، هتشوفوها ممكن تشوفوها يعني. مش فاهم كلامه فعلا لحد النهارده، في كلام ممكن يشتغل ما فهموش، انما انا قلت عليه هو انه في بيعمل الاول مزيكا حلوه ممكن يكون كان غريب علينا، لكن دلوقتي هو فرض نجاحه واثبت ان هو انت نجح حبيت جدا قصدي واغانيه بقت ان معروفه. الشباب دي ناجحه من اول ما نزلوا زي توليد ده كلهم. زي توليد ده هو عنده يعني دي طبيعه انسانيه، نقص، احنا عندنا كلنا عندنا نقص معين في شيء معين، فهو حاسس بنقص برضه تجاه الرابرز وكده، تجاه الناس اللي بيغنوا راب. فهو بيقول توليد ده، مروان بابلو ده، فبرضه ويجز عنده نقص برضه من ناحيه اسمه ايه ده، ناحيه رامي صبري، لان هو يعني هتشوفوه كده مثلا. بص هنجيب الرد تاني عشان نخش في اتكلم انت على فنك ومجالك وكده. انا شايف ان انت ما تفهمش في الراب ده حاجه، ولا تفهم الكلام بتاعه زي ما انت قلت قبل كده. يعني هو بيقول ما بيفهمش في الراب، ويعني بيخبط فيه، يعني عايز يتخانق معاه، فاهمين قصدي؟ ده فمش هتعرف تعمله. فانا راجل مثلا لو لقيت واحد بيعرف يسوق عجله وانا ما بعرفش بحترمه، ليه؟ عشان هو عمل اكيد حاجه غير اللي انا عملتها، اشتغل على نفسه. هو ويجز بصراحه يعني بغض النظر يعني عن الموضوع، عشان تلخيصا يعني عشان ما اطولش عليكم، يعني هما الاثنين اصلا خدوا دقيقتين، كل واحد خد دقيقتين في الكلام اللي هو بيقوله اصلا، ولكن عادي ممكن اليوتيوب بتاعي، القناه بتاعتي، يعني ممكن اقول اي حاجه انا عايز اقولها في التوقيت الوقت اللي انا عايزه وفي المده اللي انا عايزها، بس بغض النظر حاسس ان ويجز عنده يعني زي ما تقولوا كده ايه، نقص معين او عقده نقص من الرد اللي هو رده الكلام اللي قاله رامي صبري، فده عايز اعوضه من ان هو في الرد ده كان غير مبرر وكان هجومي جدا، وان هو بيتعامل معاه ان هو شخص عايز يتخانق معاه، مش شخص فنان وفنان او ارتست وارتست. هو حاسس ان هو يعني ويجز مش حاسس ان هو فنان بما فيه الكفايه ان هو يضاهي رامي صبري، فاهمين قصدي؟ دي حاجه. الحاجه التانيه ان هو ويجز ليه يعني واخد الموضوع على صدره قوي من رامي صبري. يعني انا شفت الكلام برضو، شفت الفيديو اللي هو بتاع من سنتين ده، ان هو بيقول ان هو ما يقولش حاجه، فهو حاسس باهانه. ما اعرفش حاسس باهانه ليه، عادي كل واحد يقول رايه، حر يقول رايه بالطريقه اللي هو عايزها بالشكل اللي هو عايزه، بغض النظر طالما ما اساءش ليه دينيا او نفسيا او باي شكل من الاشكال، خلاص يقول رايه فيا، فاهمين قصدي؟ فهو خدها على صدره قوي، وان هو شايف ان هي اهانه، ومن ساعتها بقى ويجز شايل الموضوع قوي في نفسيته. حتى رامي صبري في الفيديو اللي هو الجديد حديث ده اللي هو عامله في حبر سري، ان هو بيقول ان هو شاطر جدا ومجتهد جدا والكلام ده كله على ويجز. رامي صبري بيقول كده على ويجز ان هو شاطر جدا ومجتهد جدا ويعني يعمل مزيكا واستمر ومش عارف ايه والكلام ده كله، يعني مدح فيه. برغم كده برضو ويجز برضو طالع بشكل معين كده وداخل فيه شمال مش عارف ليه، انا مش فاهم، فاهمين قصدي؟ بس فده يعني ده الملخص في الموضوع. يعني ممكن لو انتوا اصلا بتسمعوا اصلا الصوت ولا لا مش عارف، بس يعني ده ملخص الموضوع كله. مش عارف ممكن انهي كده، ممكن اخلص كده، ولكن ممكن اشوف برضو حاجات تانية ممكن اقولها لكم في الفيديو ده عادي. يعني الفيديو ده او ضد النجاح، اللي ضد النجاح ده كان مريض. غريب على مننا بس الاول. اللي ضد النجاح ده مريض نفسي، عنده مشكله. لازم الناس تنجح، ولازم الناس تسمع اشكال تانية من الموسيقى واجيال تانية، فاهم قصدي؟ ولكن انت بتسالني على رايي انا، انت رايك ايه؟ انت بتيجي تسالني على حاجه وترجع تاخدها مني، يعني تقول لي انت بتقول كده ليه؟ ما انت بتقول لي رايك ايه؟ فانا ساعتها قلت ويجز شاطر جدا، هو فعلا شاطر جدا. يعني هو بيقول شاطر جدا، نوم حلوه، مش عارف ايه حلوه، يعني ما اعرفش ايه، مجتهدين وبيذاكروا وشاطرين ان هم بيشتغلوا وشاطرين هم بيشتغلوا. ما اعرفش برضه ويجز يعني هو ليه بيتكلم
من انه يعني كانه هو الاب الروحي بتاع الراب. يعني هو ان هو بقى الواد الاسطى بتاع الرابرز كلهم، ان انا بقى ياخد لكم حقكم. يعني معرفش يعني هو بيتكلم بناء على ايه بالطريقه دي، فاهمين قصدي؟ بغض النظر برضو عن الحته دي، بس دي مهمه برضو. يعني عادي، يعني انت واحد بتغني راب وده بيغني راب وده بيغني راب، مروان بابلو ليه ما اتحمقش وطلع اتكلم قال اي حاجه مع انه قال مروان بابلو ده عادي. يعني الواحد عنده نفوس معينه مختلفه عن الاخرين، مش مختلفه، النفوس فيها شيء من النقص، فعادي ممكن النقص ده بيطلع في بعض المصطلحات، بعض الكلمات اللي احنا ممكن نتكلمها على الناس الاخرين، ده وارد جدا. فانا مش عارف ليه ويجز بيتعامل مع رامي صبري بالطريقه دي. يعني انا مش شايف اي مبرر خالص، بالذات الرد التاني مش شايف اي مبرر خالص ان هو يتعامل بالاسلوب ده او بالطريقه اللي هو بيتكلم بيها، مع ان بغض النظر عن كلمه ده اللي هو ويجز اللي هو بيمسكها في الفيديو، ان هي يعني مش شايف ان هو اي مبرر خالص ان هو يتكلم بالطريقه دي او بالهجوم ده او بالاسلوب ده او يعني بالعدوانيه دي، فاهمين قصدي؟ مع ان هو مدح فيه، فاهمين قصدي؟ بس ده ممكن يكون يعني ايه ملخص، او ده يعني وجهة نظري ورأيي في الموضوع ده بشكل اخص يعني. بس كده، شكرا لكم ان انتوا اتفرجتوا لحد اللحظه دي. كان معكم وائل حامد، اشوفكم على خير ومع السلامه. السلام عليكم، الى اللقاء.